وسمعنا يا عم الحدوته وشكلنا كده هنسمع حاجه تانية الموسم ده وربنا يستر بجد يعني. حاجه تحرق الدم. ماتش زي ده اطلع منه خسران نقطتين يبقى انا كده جاي اهزر. انا جاي اهزر اقسم بالله. ما هو الحاجات دي هي بتضيع لنا الدوري من الاخر. ماتش زي ده الاتحاد بيقول لك اكسبني يا عم اكسب. يا عم اكسب والله العظيم. الاتحاد النهارده ما جاش والله ما جه بالذات في الشوط الاولاني. انت عندهم لاعب اسمه سينا كولا يا عم ولا مش عارف اسمه ايه. يا عم ضيع اقسم بالله فرقه على قدها. انا شايفه كده النهارده الاتحاد فرقه على قدها. المفروض كنا ناخد 3 نقط واحنا حاطين رجل على رجل. لكن للاسف في عندك لعيبه مستهتره. في عندك لعيبه ما تستحقش اقسم بالله تلبسه التيشيرت ده. والله ما تستحق تلبسه. عندك مدرب لسه ما عملش ابديت جديد ما عملش تحديث جديد للسوفت وير. لسه على قديمه من الموسم اللي فات. هنتكلم في كل ده وللاسف ضيعنا اول نقطتين سهلين في الموسم. نتكلم على الشوط الاولاني. الشوط الاولاني انت مستحوذ عليه الشوط كله تمام بس مستحوذ عليه. بس انت عندك مشكلتين. اول مشكله ان انت عندك الكوره مش بتوصل للمهاجمين بشكل صح. تاني مشكله ان الانتشار في ال 18 غلط. ودول مشكلتين صعبين. لما يكون عندك انك مش عارف توصل الكوره صح للمهاجم يبقى انت عندك مشكله. لما يكون عندك الانتشار في ال 18 غلط يبقى ده مشكله. لما يكون عندك مهاجم لسه ما رجعش من فورمه راس البر تبقى مشكله. وهو ناصر منسي لسه ما رجعش من فورمه راس البر. ما هو اللي هو فيه دوت لسه ما رجعش من راس البر اقسم بالله. ده كان ناقص له جلابيه وينزل يلعب بيه. لا ده انت لما يكون عندك كوره النهارده جاله كوره براسه حطها بره. الكوره الثانيه في ال 18 وسهل يحطها مش عارف يحطها بره ولا في ايد الحارس ولا حطها فين. يعني من الاخر هو جاي مش جاهز مش مركز. اللعيب الثاني العالمي اللي هو الصراحه يعني انا مش عارف هو ازاي لبسها. والله العظيم مش فاهم ازاي لابسها لحد الان. الكابتن احمد شريف النهارده لا هو الجبهه بتاعته عطلانه. هي كانت جالها قرار ازاله مش موجود تمام. ثانيا هو لما الكره بتجيله لا اما مقطوعه لا اما بره لا اما يعني في كوره النهارده في ال 18 جات له رقص الكوره عاوز يعملها ار2 يا عم اعمل على قدك يا عم. اعمل على قدك العب على قدك. لا حطها بره فوق بعيد وعنده كذا لاعب كان ممكن يلعبها له. لا حطها هو جرب هو حب يحط في ار2 بس للاسف حطها بره. لعيب انا لحد الان مش عارف هو الحظ خدمه قوي ان هو مكمل في الزمالك بجد. ايقاف القيد دوت جه لمصلحه لعيبه كتيره قوي في الزمالك منها هو ده كان انا بالنسبه لي كان اول واحد ياخد قطر 6 الا ربع ويتكل على الله ما يكملش مع الزمالك. لكن كابتن معتمد جمال قرر ان هو يلعبه في الشوط الاولاني ويبتدي بيه ولعبه يا مؤمن لحد الدقيقه 80 سايبه في الملعب. هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. هو شايف حاجه هو شايف فيه حاجه خامه فينيسيوس ولا ايه عشان هو اللي هيغير له الماتش. هو في كوره هيغير له النتيجه. للاسف النهارده الشوط الاولاني احنا مستحوذين عليه بس للاسف في رعونه من اللعيبه في عدم تركيز في استسهال اللي هو احنا بقى ايه احنا ضيعنا فرصه والثانيه الماتش سهل الشوط الثاني هنعوض ان شاء الله. للاسف مفيش حاجه اتعوضت. نيجي بقى للشوط الثاني كابتن حمزه الجمل اتعلم الغلطه بتاعته. الجبهه بتاعت عمر جابر كانت شغاله وقفها خلاص وقفها. لكن كابتن معتمد جمال ما عملش ابديت. راجع على قديمه واللي هو ايه اضرب وغير ونزل وزي ما تيجي ارميها وخلاص غير واتكل على الله وهو زي ما تيجي. هو كده هو لسه عايش على قديمه من الموسم اللي فات. كان بيعمل تغييرات اقسم بالله تودي في داهيه. بس ربنا استرها عليه الموسم اللي فات. الموسم ده بيكررها من تاني بس من جديد بقى من البدايه بقى كده من البدايه. لا عمل تغيير احمد فتوح خرج ونزل مكانه محمد السيد. ليه يا كابتن معتمد؟ انا مش فاهم التغيير ده. يعني محمد السيد هيضيف لك ايه في نص الملعب اللي مش هيضيفه لك فتوح؟ طب على الاقل فتوح قادر ان هو يعمل لك كوره عنده رؤيه ممكن يعمل لك بينيه مثلا لناصر منسي اي حد موجود في رؤيه
ممكن يعمل لك كره من الكرات، ممكن يرفع لك رفعه. لكن محمد السيد بطيء قوي. لما بياخد القرار بتاعه يعني يكون الدنيا راحت في داهيه. فتوح سريع، دماغه شغال على طول، هيدي لك الكره في البعيده في اي واحد بينيه هيخلصها لك، هو اللي هيتصرف فيها، يحط لك لعيب عنده حلول من الاخر. ان انا اخرجه يبقى انا خرجت حل من الحلول. انقص واحد يبقى انا كده انا عندي اصلا المفروض يكون عندي حلول في ماتش زي ده. لا، شلت الحل. اول حل شلته اللي هو احمد فتوح. تاني تغيير من التغييرات الكارثيه اللي عملها كابتن معتمد جمال ان هو خرج ادم كايد ونزل احمد ربيع. ليه يا كابتن معتمد؟ ليه؟ هو انت شايف ادم كايد مش يعني يعني انا عايز افهم بس ادم كايد كان وحش في الماتش؟ ده كان حلو. على الاقل كان بيعمل لك بيرقص رئيسه هنا، بيعمل لك ممكن يعمل لك بينيه هنا، يعني حل من الحلول. ده لاعب مهاري قادر ان هو يغيرك الماتش في ثانيه. لاعب مهاري وانت محتاج لكل واحد مهاري، لان عندك الاتحاد واقف في ال 18. انت عايز اللعيب اللي هو يخلص لك الكوره الماتش بكوره واحده، فبتخرج ادم كايد وتنزل احمد ربيع. احمد ربيع هيعمل لك ايه؟ هيضيف لك ايه؟ انت عندك نص الملعب فيه مشكله؟ لا، انت عندك نص الملعب كان كويس، كنت ماسك نص الملعب. طب ايه مشكلتك؟ انت ايه مشكلتك انك تنزل تخرج ادم كايد؟ يبقى انت كده فقدت الحل الثاني. يبقى انت كده فقدت احمد فتوح وفقدت ادم كايد والماتش بيتصعب. ثالث تغيير من التغييرات الكارثيه، نزل شيكو مكان ناصر المنسي. هو يا كابتن يعني انا نفسي افهم هو شيكو انت شايف في ايه؟ يعني من الموسم اللي فات انا نفسي افهم بجد انتوا شايفين ايه في شيكو عشان يلعب اصلا؟ ده لاعب ما يستحقش اقسم بالله يلعب دقيقه في الزمالك. ما اقسم انا قلت قبل كده زمان من اول ما شفته اللاعب ده تنزله لما اكون كسبان، وحاطط رجل على رجل كده وقاعد مفخد والدنيا مروقه تنزله ايه؟ يلعب شويه، يلعب هو اللي يلعب، يجري شويه، يجرد يلعب معاه شويه، اخره ربع ساعه في الماتش وانت كسبان، لكن ما ينزلش يلمسك. فانت كابتن معتمد جمال لسه معتمد عليه وبتنزله في الشوط الثاني ومكان مين؟ ناصر منسي. طبعا ناصر منسي وحش، بس انت عندك انت عايز تكسب، انت عايز مواجهه في ال 18. ناصر منسي هو وحش بس ممكن في كوره عرضيه في اي كوره ممكن يحطها جون. واخيرا التغيير الرابع الذي طال انتظاره اخيرا. يا ده احنا كنا مستنيين اللحظه دي يا جدع من الدقيقه الاولى. خروج احمد شريف ونزول محمد حمد. والله العظيم الحبه اللي لعبها محمد حمد يعني بالنسبه لي احسن مليون مره من اللي قدمه احمد شريف في الماتش ده كله. على الاقل بيتحرك في كوره، بيحاول يا عم، الكوره في رجله حلوه، في كوره جات له كده من بعيد استلامه معلم، في عنده كوره. فانا ليه ما ادفعش بيه ياخد حتى يا اخي نص ساعه، لكن منزله بالدقيقه 80 ده لحد لما يسخن ويعمل يكون الحكم صفر. العب مع احمد شريف 80 دقيقه، يعني انا شايف في ايه يخليني اطلع مكانه ادم كايد واطلع مكانه فتوح واخرج مش عارف مين وخرج ناصر منسي؟ هو في ايه؟ عمل ايه؟ مفيش للاسف. واخيرا الماتش خلص بالتعادل. وهنا في سؤال لازم اوجهه للكابتن معتمد جمال. هو يا كابتن معتمد انت ما عندكش حلول؟ لا بجد يعني قول لي، هو انت عندك بدام كده الماتش وقف الدنيا وقفت خلاص؟ ما عندكش حلول خالص؟ مفيش اي فكره تيجي في دماغك؟ يعني فكره مثلا ممكن تيجي في دماغك سهله قوي، يعني المفروض تيجي على اي مدرب، ان العب باتنين مهاجمين، ان كنت اسيب ناصر منسي في الهجوم واحط واشيل عداد دباغي اللي مرمي على الطرف ملوش اي 30 لازمه وله اصلا ولا هو مركزه، والعبه جنب اسمه ايه؟ جنب ناصر منسي، وخلي ادم كايد يمين، وحط اي حد شمال، محمد حمد مثلا شمال، ولا حط محمد حمد يمين واسمه ايه ده وادم كايد شمال، واعمل رفعات عليهم وهما الاثنين في الرفعات ما شاء الله. والرفعات كنت هتضمن على الاقل كره النهارده. عنده الاتحاد في الرفعات زفت ضايع. يعني لو كنت رفعت 5 رفعه محترمين والاثنين دول موجودين في ال 18 كنت ممكن تكسب. وعندك الونش برضو بيكمل معاك ومن ورا، وعندك محمد اسماعيل برضو بيكمل، كنت ممكن بس لو اعتمدت على الرفعات. بس للاسف هرجع اقول احنا داخلين السنه دي بدون مدرب شغال على قديمه. فقره التقييمات، واول لاعب معانا المهدي سليمان. ما اختبرش النهارده، يعني جات له كورتين كان كويس فيهم، يعني ياخد معانا 5.5 من 10. اللاعب الثاني عمر جابر النهارده كان فايق بيحاول، فياخد مني 7 من 10.
محمود الونش النهارده برضو ما جاتوش حاجه، هو محمد اسماعيل برضو كانوا كويسين مش وحشين، فياخدوا الاثنين كده 6 من 10. محمود بن طايق ما كانش وحش، ياخد مني برضو 6 من 10. محمد شحات كان كويس، ياخد مني هو واحمد فتوح وادم كاد الثلاثه في الشوط الاولاني ياخدوا مني 6.5 من 10، لانهم كانوا في ايجابيه على المرمى، في ايجابيه، بيحاولوا في نص الملعب كويس، ده انا شايفه، فياخدوا التقييمات على اساس كده. هدي الدباغ للاسف بيلعب في مركز مصدوم فيه، ده مركزه انه يكون مهاجم، فياخد مني النهارده 5 من 10. احمد شريف 0. ناصر منسي للاسف ياخد 1 من 10. التغييرات بقى، احمد ربيع ياخد 2، محمد السيد ياخد 2، محمد حمد ياخد 5، حاول النهارده كان بيحاول، وشيكو بانزا ياخد 0. دي كانت التقييمات. للاسف احنا بادينها وحش في ماتش كان المفروض نكسبه. عموما مش عايزين نتشائم ونقول الدنيا يعني مش حلوه او رايحه في حته مش حلوه، ونقول يا رب، نقول ان هم لسه بدايه، لسه بنسخن. هنقول كده، هنقول ايه، هنعمل ايه، هنقول لا او خلاص رمينا الفوطه؟ ما ينفعش. هنحاول، وان شاء الله اللي جاي. سلام عليكم.